مؤسسي جبهة البوليزاريو والمنسق العام لتيار خط الشهيد المنشق بالجبهة. يعني أنت هنا تشرح أن الجزائر قررت تسليح وتدريب جبهة البوليزاريو حتى لا تدع القذافي يلعب هذا الدور؟ حتى من دون أقول هذا هي واضحة، لأن الجزائر خافت من أن يتحول القذافي فعلا إلى الثورة ومهيمن على المنطقة من الجزائر، والقذافي هو اللي يعطيه السلاح ويعطيه الأموال، بالتالي سيكون له دور في ذلك. وهذا الجزائر قالت له ما دام القضية لا تذهب لأي مكان أنا سلحك وندربك، ولهذا قام الولي بجمع أول دفعة للتدريب سيكون ضمنها مع الرئيس الله يرحمه محمد عبد العزيز، لنتوجه لأول دفعة قيادة أول دفعة للتدريب لدى الجزائريين في مارس 1975. هل كانت للجزائر أي شروط؟ لا. يعني يتم تسليحكم ولا شروط بعد ذلك؟ لا تفضل تسليحكم، تفضل تسليحنا وتدريبنا، لأن نحن قبل كنا مجموعة الواقعين لم نكن ما نعرف ماذا بدون مقابل، كنا نطلق الرصاص بدون مقابل. وهل تظن أنت أن السياسي لما يتعامل معك سيقول لك لا يعطيك